أول يوم لينا في تركيا قضيناه في قلبها. ميدان تقسيم وشارع الاستقلال دول في تركيا يعتبروا وسط البلد اللي فيهم هتلاقي كل حاجة نفسك فيها، وابتدينا يومنا هناك باستكشاف المنطقة دي. صباح الفل عليكم. احنا النهارده بنبتدي اول يوم لينا في اسطنبول. هنعمل جولة سريعة كده في ميدان تقسيم في شارع الاستقلال. حلوة استقلال وجلاطة تاور. جلاطة تاور ده مش بحبه. بس هنتفرج بقى ونشوف. عامة الشوارع هنا جميلة قوي، يعني حاجة كده دلوقتي على حاجة كده بتفتح النفس على التمشية يعني. طبعا يا جماعه احنا لقينا نفسنا الدنيا هاديه قوي عندنا يعني، والشوارع فاضيه، فقلنا بقى نيجي ايه شارع زحمه عشان احنا في العالم. عشان احنا بس انا عامه يعني الاجواء هنا حلوه قوي، يعني هي زحمه بس انت ما بتحسش ان انت مخلوق يعني. في حتت كده وانت ماشي في الزحمه تحس انت مش طايق يعني. انا ايوه صح ايوه، لكن هنا لا، الزحمه احنا كلنا مساعدين بعض، والشارع اصلا السبيريت بتاعته يعني بص حتى مساعدين بعض لدرجه العربيه جايه دلوقتي هتشيلني وانا بصور. فلا يعني الدنيا هنا زحمه بس مش زحمه يعني، مش زحمه اللي تخليك تتخنق ولا عايز تطلع من هدومك، عادي زحمه اللي هي الناس متعايشه يعني ولا ايه. لا الشارع حلو قوي. دلوقتي يا جماعه المفروض ان احنا رايحين جلاطة تاور. جلاطة تاور. عاجبني فينا بقى ان احنا ايه بنمشي بالبركه، بس يعني البركه بتاعتنا يعني ودتنا صح. بعدين اليافط هنا كلها مكتوبه بالتركي، ففين وفين لما بنلاقي يافطه نفهمها يعني. فاحنا 90 واحده مكتوب عليها جلاطة، بنقول كلمه جلاطة فبنحس ان دي جلاطة يعني اي حاجه شغاله. كان أول معلم نزوره هو جلاطة تاور، اللي عبارة عن برج قديم من القرون الوسطى موجود في آخر شارع الاستقلال في اسطنبول، ومن فوقيه تقدر تشوف إطلالة بانورامية للمدينة كلها. بس اعمل حسابك إن الطابور هناك طويل حبتين. حوالين البرج بقى في قعدات ومطاعم كتير جدا، وبيبقى فيه عروض وأجواء خيالية. بعد كده رحنا على معلم من المعالم اللي مشهورة في شارع الاستقلال، وهي كنيسة مار أنطوان. الكنيسة مبنية من سنة 1906، ورعاياها هم بقايا الجاليات الإيطالية والفرنسية اللي موجودين في اسطنبول من أيام الإمبراطورية اللاتينية. أما بقى أجواء الشارع في حتة تانية، رغم الزحمة 24 ساعة إلا إنك دايما هتلاقي ليك مكان، وهتعرف تنبسط بمزيج الناس اللي حرفيا جايين من مختلف أنحاء العالم وموجودين كلهم في شارع واحد. الشارع مليان مطاعم ومحلات، ودول هنعمل لهم فيديو لوحدهم، ده غير العروض والفقرات اللي الناس بتعملها فيه ليل ونهار.
طب يا شباب ازيكم عاملين ايه؟ معاكم فادي وكوكي، احنا عندنا حلم وهدف ان احنا نبقى اول زوجين مصريين يلفوا العالم كله سوا. وده طبعا هيبقى من خلال دعمكم لينا باللايك والسبسكرايب والشير.